السلام عليكم حبايبي الغاليين، يا رب تكونوا كلكم بخير وصحة وسعادة يا رب. وصفتنا النهاردة مميزة جدا جدا. هنعمل مع بعض عصير الليمون بالنعناع وعصير الليمون الفريش. شايفين بقى الجمال؟ ما شاء الله، اللهم بارك. هنعمله مع بعض خطوة بخطوة بكل سهولة. مكونات سهلة ولذيذة والطعم بأمانة ولا غلط. اعملوه بالطريقة دي هتنبهروا بطعمه وبجماله. بس قبل ما نبدأ وصفتنا ما ننساش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليوصلكوا كل جديد، ومشاركة الفيديو لكل حبيبنا عشان توصل لكل الناس. يلا بقى بينا على الطريقة. بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معايا كيلو ليمون يكون بالشكل الجميل ده. هغسله كويس جدا وانقعه في المية كده. أهم حاجة بقى تغسليه كويس جدا، وهنصفي برضو الليمون. واهم حاجه برضو احنا ننشفه الليمون كويس جدا عشان احنا هناخده القشره الصفراء اللي موجوده في الليمون. اهم حاجه نقعته كده وصفيته بالمصفى دي. هجيب بقى مناديل الورق وهنشف المناديل كده من الميه. انا مش عايزه الليمون فيه ميه خالص، ان انا هاخد القشره الصفراء بتاعت الليمون وهيبقى معايا بالشكل الجميل ده كده. بقى معايا جاهز الليمون. هجيب بقى القشاره بتاعت البطاطس وهاخد القشره بس الصفراء. متاخديش القشره البيضاء عشان ما تمررش معاك عصير الليمون بالشكل ده. القشره تكون رفيعه خالص كده، وهاخدها بالطريقه دي. هخلص الكيلو بنفس الطريقه كده بنفس الخطوات لحد برضو ما اخلص الكيلو بنفس الطريقه دي. اهم حاجه نمشي على الخطوات بالظبط. هتطلع معاك الوصفه ناجحه 100% باذن الله. وان شاء الله هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف. هكمل بقى التقشير بنفس الطريقه كده. سهله جدا عصير الليمون المركز ده. اعمليه بطريقتي دي هتنبهري بطعمه وبجماله. ويلا استعدي بقى لشهر رمضان. اعمليه في العزومات هيشرفك فعلا قدام ضيوفك. بامانه جميل ويستحق التجربه. طعمه وشكل ما فيش احلى من كده. كده بقى معايا الليمون جاهز ما شاء الله. القشره الرفيعه وقشرت برضو نص كميه الليمون. كمل الكميه التانية عشان ما اطولش عليكم الفيديو. كده بقى معايا القشر الليمون جاهز. هضيف عليه نص كوبايه سكر وهقلبهم مع بعض كده بالشكل ده وهركنهم على جنب. هجيب بقى الليمون بعد ما قشرته. هجيب بقى الليمونه واقطعها كده بالشكل اللي انا بقطع بيه ده. وهقشر الليمون زي البرتقال اللي احنا قشرناه. اعمل بقى بالاطراف السكينه كده متتغش الاخر يا دوبك بس تشيلي القشره. تشال معاكي بكل سهوله ما شاء الله. شايفين بقى القشره بتتشال ازاي؟ طريقتها سهله. القشر الليمون لما بتشيليه بالطريقه دي تتشال معاكي بكل سهوله. اهم حاجه برضو القشره البيضه دي ما تبقاش موجوده خالص في الليمون. اهم حاجه نشيل القشره كويس جدا. ما نسيبوش قشره خالص في الليمونه. هتبقى معايا بالشكل الجميل ده. القشره معايا اهي والليمونه ما فيهاش ولا قشره بيضه. هكرر واحده كمان هقطعها برضو بنفس الطريقه وبرضو باطراف السكينه كده. اعمل خطوط رفيعه كده تشال معايا برضو الليمونه وقشر الليمونه بكل سهوله. شايفين بقى قشر الليمونه بتتشال معايا ازاي بكل سهوله؟ عشان انا طبعا مقطعها كويس جدا بالطريقه دي. القشره معايا اهي. اهم حاجه القشره البيضه ما تكونش موجوده في الليمونه خالص. سهله بقى الليمون ولا مثال وعملناه في البيت بكل سهوله ومقادير مظبوطه 100%. هجيب بقى الليمونه واقطعها كده لحلقات. اهم حاجه نقطعها حلقات ونشيل البذر من الليمونه. ضروري بقى حبايبي ان احنا نشيل البذر من الليمونه عشان ما يمررش برضو معانا في عصير الليمون. واكرر تاني اقطعها كده. هقطع برضو الكيلو بنفس الطريقه كده بنفس الخطوات برضو عشان ما اطولش معاكم الفيديو. اهم حاجه ان احنا نشيل البذر بطرف السكينه كده لحد برضو ما اخلص الكميه كلها بنفس الشكل ده. وفي النهايه برضو هوريكم البذره قد ايه معايا. وشرايح الليمون كده جاهزه معايا ما شاء الله. ده القشر الابيض اللي موجود في الليمونه، وده بقى الكيلو الليمون اللي احنا قطعناه حلقات، وده البذر اللي احنا طبعا طلعناه من الليمون. سهله بقى ولا مش سهله؟ هنجيب بقى شرايح الليمون وهضيفها كده فوق قشر الليمونه اللي احنا مقطعينها بالقشاره وهقلبها. انا هضيف كوبايتين ونص على الليمون ده سكر. انا ضايفه نص كوبايه على القشره يبقى كده ضفت 3 كوبايات سكر. عايزه تضيف 4 برضو براحتك، بس ال3 كده مظبوطين جدا على كيلو الليمون. كده كوبايتين ونص. وهقلبهم بقى كده واسيبهم بتاع 10 دقايق. اهم حاجه تقلبهم كويس بالشكل ده. بعد كده بقى هجيب الخلاط وهنزل بقى بشرايح الليمون والقشر الليمون والسكر في الخلاط. سهل جدا عصير الليمون. اعمليه في ايام رمضان حلو جدا وموفر، واعمليه في بيتك اوفر وانضف كتير من انت تشتري الحاجات دي جاهزه من المحلات. هغطي بقى الخلاط كده وهشغله بقى كده لحد ما يتفرم معايا الليمون وقشر الليمون. اهم حاجه بقى يتفرم كويس جدا بالشكل ده ويكون معايا عصير الليمون ناعم جدا. وبرغم كده ان احنا برضو هنصفيه عشان يبقى معايا الليمون مركز. وتعمليه بقى كده فريش في رمضان. هتضيفي بس مكعبات التلج في الكاسات والميه وقلبي واشربي وبألف هنا.
هجيب بقى العصير الليمون بعد ما ضربته في الخلاط هصفيه، ضروري بقى يتصفى كويس جدا. والقشر بتاع الليمون اللي احنا هنصفيه ده ما ترموهوش، دي فيه كده لما بتعملي الكيكات حطي بقى معلقه صغيره من الليمون ده، هيبقى حلو جدا في الكيكات. انا ما برميش حاجه، عايزه تحطيه في سائل المواعين برضو براحتك، بس خساره حطيه في الكيكات هيديها طعم حلو جدا. وهصفي بالشكل ده. والقشر طبعا دوت احنا هنشيلوه في علبه وندخلوه الفريزر. كده بقى معايا الليمون ما شاء الله اللهم بارك مركز وجاهز معايا. هاخد نص الكميه دي هحطها في العلبه، هيبقى معايا عصير ليمون فريش بالسكر بتاعه، هستعمله في رمضان. والنص التاني هعمله بالنعناع الاخضر. جربوا بقى الطريقتين في منتهى الجمال بامانه، الاتنين احلى واطعم من بعض بامانه. اعمليه بالطريقه دي هتنبهر بطعمه وبجماله. هفضي بقى العلبه كده نص الكميه وهغطيها وادخلها الفريزر. والنص التاني من العصير الليمون المركز هجيب حزمه نعناع غسلتها كويس جدا وصفيتها، وهضيفها كده فوق الليمون الفريش. وهجيب بقى الهاند بريندر وهفرمهم بقى كده مع الليمون. هو ده بقى الليمون بالنعناع. ايه رايكم بقى؟ سهل بقى ولا مش سهل؟ وعملناه في البيت بكل سهوله. اتمنى تجربوه بنفس الطريقه بنفس الخطوات، وانا واثقه ومتاكده 100% ان هو يعجبكم ان شاء الله. ولو حضراتكم عجبكم الفيديو يا ريت لايك وشير للفيديو. بعد بقى ما فرمت النعناع كده بالليمون هفضيه برده في العلبه. شايفين بقى القوام؟ لازم تتفرم النعناع كويس جدا مع الليمون ويكون ناعم بالشكل الجميل ده. عملت علبتين من كيلو ليمون، سهل وبمقادير مظبوطه وناجحه 100% باذن الله. هغطي بقى العلبتين كده بالشكل ده وهدخلهم بقى الفريزر. وبعد ما دخلتهم الفريزر هطلعهم بقى واجرب لكم بقى النعناع. شايفين بقى المطه الجميله بتاعت عصير الليمون بالنعناع في منتهى الجمال. وهضيفها كده في الكوبايات، والليمون التاني الفريش. شايفين بقى القوام ما شاء الله؟ اعملوه بالطريقه دي فعلا هيعجبكم جدا. وهجيب بقى مكعبات برضو التلج وهضيفها كده في الكوبايات الجميله دي. اعمليه بقى كده لضيوفك في عزومات رمضان، حلو جدا ومش مكلف، عملناه في البيت بكل سهوله. وكل ده بكيلو ليمون. وفر بقى ولا مش وفر؟ هزود بقى الميه، والميه دي حسب رغبتك، ساقعه من الحنفيه عادي. هزودها بقى كده واقلبها واشربوا بألف هنا. فعلا جميل ويستحق التجربه. لو عملتيه بالطريقه دي هتنبهر بجماله. ولو اول مره تشاهدوا قناتي اكلات وحلويات ام ندى، اتمنى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ده وصلكوا كل جديد، ومشاركه الفيديو لكل حبيبنا عشان توصل لكل الناس. هنحط بقى الشفاطات الجميله دي ودوقوا بقى النعناع بالليمون. شايفين بقى الجمال؟ جاهز بقى ولا مش جاهز؟ واحلى من الجاهز بمراحل. والليمون الفريش التاني في منتهى الجمال، الاتنين احلى واطعم من بعض. وبكده تكون وصفتنا خلاص خلصت. اتمنى الفيديو ينول اعجابكم ان شاء الله. بشكركم جميعا على المشاهده، في انتظار تعليقاتكم الجميله اللي بتسعدني دايما وبتشجعني في تقديم الافضل في القناه. والسلام عليكم واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.